عظيمة بإذن الله. والله اللي بيكون له حق هلأت عند أي شخص كان صغير كبير أمير أيا كان سيأخذه بإذن الله عز وجل. والله عشنا في إدلب أيام، ذكرت لكم أيام صعبة، ثم من الله عز وجل بأيام. الآن أنا صراحة متضايق من القعدة في برود. أقول شلون عايشين هذول؟ لا كهرباء ولا إنترنت ولا مي ولا تدفئة ولا، شلون استطعتوا أن تصبروا عليه؟ نحن كنا عايشين في إدلب أول فترة جدا ضيقة، ولكن ذكرت لكم صبرنا وصبرنا وصبرنا حتى من الله علينا بأموال. والله لو إني بشتغل أنا في السعودية ما بطلعها، وأنا مجاهد يعني ماني متفرغ للعمل، ماني تاجر. كل ما افتتحنا عمل الله يرزقنا، كل ما حاولنا نشتغل أي شغله الله يرزقنا، وهذا بفضل الله عز وجل. فعشنا بأيام فيها والله لا يتجرأ الواحد إنه يشوف أي شخص يقول له يعني يا حيوان. ثاني يوم بيكون في المحكمة رافع عليه قضية لحتى يسقط حقه وبيطلع من السجن. وهاي العيشة اللي تعيشوها بإذن الله. إلك مال، إلك بيت، إلك أيا كان من الحقوق تأخذها بحول الله، لكن لازم إنه نصبر. الآن الشباب بمرحلة إعداد، الآن الشباب بمرحلة يعني بحث عن الأوراق وتكشف الأوراق على العوينية وعلى الجواسيس وعلى المجرمين هذا كله يحتاج إلى بذل جهد. والحمد لله نحن ما فتحنا فقط حلب، والله كانت النية حلب، كانت النية ندخل حلب وخلاص. نحن حققنا يعني إنجاز كبير. كيف الله عز وجل فتح علينا بلاد الشام قاطبة لا ندري، والله لا ندري. بل وأزيدكم من الشعر بيتا أن في هذه المعركة كلها ما أطلقت رصاصة، وأنا مشارك من أيام معركة حلب، أول فك الحصار أول حلب إلى وطأت دمشق، وطأت خدمية دمشق، والله ما أطلقت طلقة ما أطلقت، حتى لا ابتهاجا ولا قتلا. النظام مجرم، النظام خائف أصلا، لكن كنا نبكي ليل نهار خشية من الله عز وجل وافتقارا إلى الله عز وجل. يا رب خلصنا، يا رب افتح علينا، يا رب انصرنا. فإذا تقربتم إلى الله عز وجل والله أغدق عليكم من نعمه التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا الفتح هو نعمة من الله عز وجل. فاستبشروا خيرا وادعوه واطمئنوا، فإن ربكم عزيز جبار وكريم سبحانه وتعالى. فأخلصوا لله عز وجل وعودوا إلى دينكم، عودوا إلى عبادتكم، عودوا إلى مصحفكم وقرآنكم. هذا النظام حاول بشتى الوسائل ابعادنا عن حتى الأخلاق، ينتزع منا الأخلاق انتزاعا. الآن والله سيرى العالم كله أن أهل الشام أهل جماعة مثاليين في كل شيء، جماعة مثاليين في العبادة، جماعة مثاليين في الأخلاق، جماعة مثاليين حتى في اللباس. وهذا عشمنا بكم بإذن الله عز وجل. فأوصل هذه الرسالة، قد لا أستطيع يعني ما بقدر أني أروح على كل المساجد توصل هذه الرسالة، ولكن بإذن الله يعني اللي صوروا كمان إذا بيقدروا ينشروا هذه الفيديوهات علها تصل بحول الله عز وجل. وأطلت عليكم اعذروني، ولكن من كثرة شوقي لكم. فهذا المسجد سبحان الله صليت فيه يمكن من 12 سنة أو 13 سنة، وحاطط في بالي أول ما أدخل يبرود أول جامعة يصلي فيه جامع الهدى، لأني مشتاق لأهله ومشتاق لناسه ومشتاق لكم كلكم جميعا، والحمد لله رب العالمين.